هل المسلسل استخدم أسماء جن وشياطين حقيقية؟ الموضوع هنا بقى أخطر، مش مجرد سحر وجن، لكنه شاور على سحر الرموز وتأثيرها على العقل. من أول ما تم الإعلان عن اسم الجزء الخامس أسطورة العهد، العنوان لوحده بدأ يداعب العقل ويثير التساؤل. فكلمة العهد على طول مربوطة في أذهاننا بالمصطلح الشهير تابوت العهد. فهل ده مجرد صدفة إن هم يستبدلوا كلمة تابوت بأسطورة، ولا وراها رسالة مخفية؟ لازم أبدأ من نقطة محورية جدا في الأحداث: الملك الأحمر، واللي بيلعب دوره الفنان خالد الصاوي. فكتير من المشاهدين اللي مهتمين بالماورائيات حصل عندهم لبس بين الملك الأحمر اللي ظهر في المسلسل وبين أبا محرز الأحمر، ملك الجان المعروف بأبو يعقوب. أبو محرز الأحمر هو واحد من أعتى ملوك الجن، واحد من ال7 ملوك الجن الأرضية الحاكمة، ويتبع ولاؤه لأحد الملوك العلوية وهو الملك سمسائيل. وبيقال إنه بيعيش في جبال أطلس بين المغرب والجزائر وتونس. ووفق الروايات كان معروف في زمن النبي سيدنا سليمان باسم شغال، وهي كلمة سريانية معناها المفيد. طيب لو خالد الصاوي مش بيلعب دور أبا محرز الأحمر، أمال بيلعب دور مين؟ الحقيقة إن خالد الصاوي بيلعب شخصية الملك الأسود ابن الملك الأحمر، واللي هو برضه يبقى أبو هند بنت الأحمر اللي كانت ظهرت في الجزء الثاني في المسلسل، واللي عشرته من الشياطين مش من الجن، واللي معروفة بالتوهج الشديد وقت الغضب والمعارك. وهو اللي أطلق على نفسه لقب الأحمر لما اتقتل أبوه على إيد أبا محرز الأحمر، عشان يتم الخلط بينه وبينه، بين ملك الجان أبا محرز وبينه، وده يوريك إنه قد إيه شيطان متلاعب. طب ليه المسلسل استخدم الملك الأسود تحديداً وما استخدمش أبا محرز الأحمر الملك الأصلي؟ الملك الأسود هو مفتاح اللغز، لأن قدراته هي مربط الفرس، وظهوره في المسلسل ليه رمزية كبيرة جدا. فهو على عكس باقي الشياطين محدش يقدر يقوم بتحضيره، هو اللي بيستخدم السحرة مش العكس. طب ازاي الكلام ده؟ لأنه ببساطة بيوهم السحرة إن هم اللي بيحضروه، لكنه في الحقيقة هو اللي بيحركهم لما يديهم كرامات وأمارات فيتحولوا لشيوخ طريقة أو مشايخ روحانيين. وهنا بقى الخطورة الحقيقية، لما الناس تقتنع من المشعوذين دول أولياء صالحين أو أصحاب طريقة فيتحولوا الأتباع ليهم من غير ما يحسوا، وتبدأ أتباعهم كل يوم تزيد، وهم فاكرين إن هم بيتبعوا شيخ الطريقة بتاعهم، لكن هم في الحقيقة بيتبعوا الملك الأسود ملك الشياطين الملقب بالملك الأحمر. رمزية الأسود تبان في اللي جاي. فأجابة سؤال ليه استخدموا في المسلسل الملك الأسود تحديدا، لأنه بيدي لخدامه قدرات تنبؤية استثنائية تخلي الناس تتأثر بيهم أكتر وأكتر وتتجمع حواليهم، على أساس إن هم مكشوف عنهم الحجاب أو ربنا اداهم سر من أسراره. وده اللي استغله صناع المسلسل في تسليط الضوء على حرب التنبؤات اللي بقينا عايشينها. وده كان إسقاط واضح على ظاهرة العرافين اللي زادوا بشكل كبير في الفترة الأخيرة. بدأنا نشوف شخصيات مشهورة بتنبؤاتها زي عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجر بيتس وليلى عبد اللطيف، وقبلهم نوستراداموس والعرافة البلغارية العامية بابا فانجا. بس الحقيقة إن الوعي زاد الفترة الأخيرة وبقى بيطرح سؤال: هل التنبؤات دي حقيقة ولا ده مجرد نشر مخططات خفية لتهيئة الناس لتقبل الأحداث الجاية؟